تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري. أتمنى لو جراديشار مصاب ومش سليم ومش هيلحق المباراة، اللي يلعب راس حربة يكون أشرف بن شرقي، وده أفضل من طاهر. ما أتمناش إن طاهر يبدأ قدام الزمالك في مركز راس الحربة، ولو محمد شريف جاهز بنسبة 100% مفيش مشكلة يكون قبل طاهر في مركز راس الحربة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، قلبين الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي، باك شمال ما زلت مصمم ان محمد شكري لو خد نسبة الفرص اللي بياخدها احمد نبيل كوكا في مركز الباك الشمال هيقدم اداء افضل منه بمراحل، علشان كده محمد شكري بالنسبة ليا افضل في مركز الباك الشمال. في وسط الملعب مروان عطية وديانج على الدايرة. هنلعب بثلاثي تحت راس الحربة، جناح يمين احمد سيد زيزو، جناح شمال تريزيجيه. في مركز رقم 10 هنلعب محمد علي بن رمضان، وراس الحربة أشرف بن شرقي. زي ما قلت أشرف بن شرقي وجوده في راس الحربة أفضل من وجود طاهر. لو شريف مش جاهز بنسبة 100%، لو جراديشار مش هيلحق المباراة، يكون أشرف بن شرقي راس الحربة ويكون طاهر على الدكة. ده التشكيل الأفضل بالنسبة ليا. الزمالك علشان تكسبه لازم تديله قيمته الفنية دلوقتي وتقدر تحط عليه، ما تعملش زي بيراميدز وتحترم الزمالك زيادة عن اللازم، او ان انت تسيب الجيم يفلت منك. لازم من اول المباراة تخلص بهدف واتنين. ان شاء الله نقدر نكسب الزمالك سكور.